والمنتخب أصبح اليوم خلال في السنوات الأخيرة منحصر على أندية النخبة. اليوم اختيارات عبد العزيز تتم بالعدد الأصوات اللي عندك. عدد الأصوات، أنا في يوم من الأيام كان عضو اتحاد، بطل من أبطال ألعاب القوة بدون ذكر اسمه، أطالع فجأة ولا باتحاد سكواش. قلت له تعال، شلون أنت باتحاد سكواش؟ أنت المفروض مكانك في ألعاب القوة. قال والله النادي عطى واحد عنده أصوات، قال أنا أبي ألعاب القوة، وراح ألعاب القوة. كان في رئيس نادي الله يذكره، إذا أقدر أقولها لأنه هو قالها في البرنامج، المرحوم الله يرحمه صالح الباتر، رئيس نادي التضامن. عملت معاه لقاء في برنامج علم الكشوف. نعم. الكلام هذا يعني أواخر أوائل الألفية. كان رئيس نادي التضامن، رشحه عضو مجلس إدارة ما له شغل كرة القدم. فقاعد أقول له أمن عليه الله يرحمه، يعني قلت له أبو سعد، يعني فتحي كميل، بدال ما ترشحون لي فتحي كميل الله يرحمه، عسى الله يرحمه غمد روح الجنة، ترشحون لي اسمه. كان تعرف يقول لي؟ يقول لي مطلق فرشح فتحي كميل اللي ما عنده عدد اصوات في الجمعيه العموميه، ولا ارشح عضو عنده 500 صوت من الجمعيه العموميه. صريح، انا احب الشخص الصريح. قال لي على البلاط. فقلت له لا والله، ال 500 500 اذا عندك، اذا هذا، وهذا المفهوم الان اللي صاير في الانديه. والمنتخب اصبح اليوم خلال في السنوات الاخيره منحصر على انديه النخبه. عربي، الكويت، القادسيه، السالميه يدخل، كاظمه يدخل مرات، زين. لكن اول في فترات سابقه كان نادي الشباب، خلص سطام، حسين جطيل اساسيين بالمنتخب، حسين جيل من خيطان، فتحي كميل من نادي التضامن، علي الشميري من نادي النصر، لاعبين اساسيين يلعبون. اليوم لاعبين الان، انت الان الانديه هذه، الانديه اللي يسمونها الدرجه الثانيه، خلينا نقول الدرجه الثانيه، يعني ليش ما عندهم مواهب؟ لانهم ليش ما يختارونهم؟ يقول لك والله هذا ما عندهم لاعبين، بينما عندهم لاعبين. واكبر دليل ان اي نادي، طبعا الفتره الاخيره كانوا ياخذون اللاعبين، الانديه العربيه والكويت وكاظمه والقادسيه ياخذون اللاعبين، فلما يختارونه ويلعب مع نادي الكويت او القادسيه والكويت، ثاني يوم يختارون المنتخب. طيب انت ليش ما اخترته يوم كان يلعب نادي الساحل؟ فهذه نقطه مهمه جدا. هذه احد الاسباب. لكن انا اقول لك نعم، الانديه ساهمت في شكل كبير في تدهور الكره الكويتيه.